في وسط ساحة المعركة اللي مليانة فوضى، السيوف بتتصادم والدروع بتتكسر والخيول بتجري وسط صوت المحاربين والدخان مالي الجو. ومرة واحدة عينك تقع على قائد من المرتزقة، عينيه مليانة حزن وغضب، ماسك سيفه ومستعد يواجه العالم اللي كله صراعات. المشهد اللي بحكي لك عنه ده مش من فيلم، ده من واحدة من أكتر الألعاب المنتظرة والناس مستنياها، لعبة كريمسون ديزرت. اللعبة اللي من أول إعلان ليها وهي عاملة دوشة في عالم الجيمنج. ناس بتقول انها هتكون ذا ويتشر الجديده، وناس تانية شايفه انها تكون نقله في العاب العالم المفتوح. انا ابو عادل، والنهارده جمعت لكم كل حاجه اتقالت واتعرضت عن كريمسون ديزرت من ناحيه القصه والجيم بلاي والعالم المفتوح والجرافيكس. يعني لو انت واحد من اللي قاعدين مستنيين اللعبه زي كده، فالفيديو ده معمول مخصوص ليك. بس قبل ما ابدا اعمل لايك واشتراك للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة لازم نعرفها ان اللعبة احداثها بتحصل في قارة خيالية اسمها بايول. القارة دي مليانة صراعات وحروب اهلية وممالك بتتنافس على السلطة، والسبب الرئيسي في الفوضى دي ان الملك الاساسي دخل في غيبوبة، وده اللي فتح الباب قدام كل الطماعين في الحكم. البطل اللي هنلعب بيه اسمه كليف، راجل مرتزقة عاش ماضي صعب جدا ومليان خيانة ومشاكل. وكليف بيكون قائد فرقة اسمها ذا جراي مانز، ودي عبارة عن مجموعة مرتزقة بيشتغلوا عشان الفلوس، بس مع الوقت بيتورطوا في مشاكل سياسية وصراعات أكبر منهم. واللي بيميز القصة إنها مش مجرد حكاية فارس نبيل ولا بطل خارق، دي حكاية شخص بيتعذب من جواه، عنده ماضي مؤلم ومضطر ياخد قرارات صعبة. يعني هنشوف ميكس ما بين الحروب الكبيرة والمشاكل الشخصية، وده اللي بيخلي القصة تبان عميقة ومليانة دراما. نيجي بقى لأهم جزء، وهي جزئية الجيم بلاي. اللعبة دي من نوع أكشن أدفنتشر عالم مفتوح، ومبنية بشكل أساسي إنها تكون تجربة فريدة. يعني التركيز كله هيكون على القصة والمغامرة بتاعتك انت. نظام القتال فيها سريع، في حركات كومبو كتير زي الألعاب القتالية، وكمان في بوس فايت ضخمة، يعني هتقابل زعماء عملاقة ومرعبين، والقتال معاهم هيبقى محتاج تكتيك وسرعة رد فعل. والميزة هنا إن القتال مش محصور في الأسلحة العادية، لا انت عندك كمان سحر وكيمياء وأساليب خاصة بتضيف تنوع رهيب. وكمان في قتال وانت راكب على حصانك، وده بيفتح اسلوب لعب مختلف شويه شبه افلام الفانتازيا الملحميه. والاجمد من كده انك مش بس هتقاتل، لا كمان في انشطه جانبيه كتير زي الصيد والطبخ وتسلق الجبال وحل الالغاز، وحتى حاجات بسيطه زي انك تلعب الكلاب او تشيل قطه من على الارض. يعني اللعبه فيها تفاصيل صغيره بتحسسك ان العالم حي وواقعي. العالم في كريمسون ديزرت ضخم بشكل مش طبيعي. المطورين في بيرل ابيس قالوا انهم عاوزين يعملوا عالم يديك الاحساس انه حي، في مدن وقلاع وصحاري وغابات وكل مكان ليه تفصيله الخاصة. اللعبة مش هتبقى مجرد امشي واقتل وحوش، لا هتلاقي نفسك بتدخل في قصص جانبية مع ناس عاديين في القرى، بتساعدهم او تختار تتجاهلهم. يعني في تفاعلات كتير مع الام بي سيز، قراراتك ممكن تأثر على اللي حواليك. كمان في نظام تنقل رهيب، تقدر تستخدم خطاف عشان تتسلق الجبال او تبني استراتيجيات قتال. وفي باركور وتسلق حر زي العاب اساسن كريد. وطبعا عندك الاحصنة اللي تقدر تستخدمها في السفر والقتال. في معرض سمر جيم فيست 2025 اتعرض جيم بلاي مدته 13 دقيقة، وده اللي خلى الناس تتحمس اكتر. واللي ظهر فيه مناظر طبيعية خرافية، غابات وصحاري بتخليك تحس انك جوه فيلم سينمائي. وكمان ظهر فيه معركة ضخمة ضد زعيم اسمه كاسيس مورتن في وقت حصار، ودي كانت من اضخم المعارك اللي شفناها. وكمان الميكانيكيات الجديدة زي القتال بالسحر والفينيشنج موفز اللي بتدي احساس ملحمي. واللي شد الناس اكتر ان اللعبة من شكلها واضح انك حر في استكشاف واختيار طريقة القتال المناسبة ليك. اللعبة مبنية على محرك خاص اسمه بلاك سبيس انجن، وده معمول مخصوص عشان يطلع التفاصيل الخرافية دي. المية معمولة بتقنيات محاكاة زي FFT Ocean Simulation، يعني الموج بيتحرك بشكل طبيعي جدا. والإضاءة فيها ري تريسنج، وده بيبان خصوصا جوه المباني. العالم فيه دورة يوم وليل واقعية جدا هتخليك تحس بالجو العام بتاع اللعبة. وغير كده فاللعبة معمولة للجيل الجديد، البي سي والبلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس واس، فمفيش اي قيود من الجيل القديم. واللي متابع تاريخ اللعبة دي عارف انها اتأجلت اكتر من مرة. اول اعلان عنها كان في 2020، وكانوا ناويين ينزلوها في 2021، بس اتأجلت 3 سنين لحد 2024 وبعدين ل 2025. واخيرا دلوقتي التاريخ الرسمي بقى الربع الاول من 2026، يعني من يناير لمارس. ورغم ان التأجيلات دي بتضايق، بس ناس كتير شايفة انها في صالح اللعبة عشان يظبطوا كل التفاصيل ويقدموها في افضل صورة، عشان اللعبة دي متوقع لها انها تكون واحدة من اقوى العاب الجيل الجديد. ولو قدروا يوزنوا ما بين القصة والجيم بلاي والعالم الضخم، يبقى قدامنا لعبة ممكن تغير موازين الجيمز كلها.
في النهاية لعبة كريمسون ديزرت مش مجرد لعبة RPG جديدة، دي مشروع ضخم جدا ممكن يبقى من افضل العاب الجيل. القصة العميقة مع الجيم بلاي اللي بيخلط بين الاكشن والسحر والاستكشاف، مع العالم الضخم اللي فيه تفاصيل وحياة، والرسومات اللي تكاد تكون واقعية، كل ده بيخليها لعبة تستحق الانتظار. احنا دلوقتي مستنين الربع الاول من 2026 عشان نشوفها بعيوننا. انا كده خلصت، وعايزكم تقولولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة شدتكم في اللعبة لحد دلوقتي، وتتوقعوا انها تكون اسطورة جديدة في عالم الالعاب ولا لا.